الناس اللي قالت لي ورينا طريقة عمل الخوذة، بينا اوريكم طريقة عمل الخوذة ازاي. والخوذة دي احنا طبعا جايبينها من الصين، قلنا نعملوها صناعة محلية ومشروع نفيد بيه كل اخواتنا اللي بيتابعونا سواء من مصر او من الوطن العربي. كل التحية والتقدير ليكم. طبعا المادة اللي احنا بنحطوها دي بوليستر. الخوذة اللي احنا هنعملوها خوذة قوية ومتينة، واهم حاجة سلامة المواطن. جبنا البوليستر وحطينا له الوان بودرة سودي. بيجف اول طبقة من البوليستر، بنجيب الياف الفايبر عشان خاطر نغرزها زي ما حضراتكم شايفين في الخوذة. وبالنسبة للناس اللي بتقول الفيديوهات التافهة ليه بترفع والفيديوهات الهادفة ليه مش اما ترفع، جبت لك فيديو هادف ده هو يا ابو عمو عشان ما يبقاش ليك حجة تاني، يعني لايك وشير وكومنت حلو منك. ولو مش عامل متابعة تعمل متابعة عشان خاطر بقدم لك مشاريع سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت مش هتكلف عليها، يعني مصنع بملاليم مش مصنع بملايين. بنغرز طبعا الوش الثاني من البوليستر زي ما حضراتكم شايفين بالفرشة واحدة واحدة. ادي يعني الفيديو شارح نفسه. اللي يخش على الصفحة هيلاقي مشاريع كتير، مشاريع سهلة وبسيطة بإيدك انت تعملها. فيا ريت نبقوا منتجين ما نبقوش مستهلكين يا ابو عمو. هنسيبها طبعا لما تنشف. كل وش بياخد يعني النشفان بتاع ربع ساعة. نشفت خلاص الخوذة، بنفكها مع بعض واحدة واحدة. وزي ما قلت لحضراتكم طبعا الصورة شارحة نفسه. ادي الخوذة زي ما حضراتكم شايفين طلعت باللون الاسود. ايوه هي عايزة يعني شوية تفكير وشوية تركيز وهنشتغله. قصينا كل الحواف بتاعتها والرواش بتاعتها قصناها. جبنا الجلدة دي هتلاقيها عند بتاع الألمونتال، مطابخ الألمونتال. عملنا كل الحواف بتاعتها اللي هي الزو بتاعت الخوذة. بنجيب بعدين اي حد اي معلم بتاع ستاير وانترهات هيعمل لك الشغل ده اللي هو ايه متقفل بسفنج قوي. السكرينة هي اللي احترنا فيها، جبنا السكرينة بتاعت الخوذة الصيني. لان انا بحكم ان انا في الصعيد فبعيد علي القاهرة ان انا اجيب الاكسسوارات دي من هناك. فانا قلت فكرة مشروع سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت نقدموها لكل حبيبنا اللي بيتابعونا في الفيديو. طبعا للأمان بنجيب الحزام ديتي وادي الخوذة لبسناهي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال الدال على الخير كفاعله. حب الخير لغيرك كل الخير يجي لك ابو عمو. لايك وشير وكومنت حلو منك. السلام عليكم.